السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا والله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، ده طبعا الروم بتاعي اللي انتوا عارفينه. طبعا هو عنده شهر أو زيادة عن شهر، يعني بحاجات بسيطة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، الله أكبر. أهو ما شاء الله حجمه زاد جدا جدا جدا، وبقى كويس قوي. بعد ما تعب مني جامد، يعني تعب مني جامد قوي وعي مني كتير والله قوي. بس الحمد لله، الله اكبر، انا راضيه عنه دلوقتي واحجامه حلوه اهو ما شاء الله. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله انا راضيه عنه كويس قوي وكبير وحلو. ووزنه معقول يعني. دول يا جماعه 6 روميات. بس ما شاء الله انا حاطه لهم اهو، حاطه لهم البصل الاخضر. وكمان يا حبايب قلبي احط لهم الدشيش. الدشيش اهو. طبعا انا لسه بحط لهم يا جماعه بيض لحد دلوقتي، ما بطلتش البيض يعني. اهي بيضه سليمه اهي كامله احطها. اهي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر. اهو يا جماعه البيضه اهي، احطها لهم بالقشر بتاعها كمان، عشان هم ما شاء الله كبار يعني مش صغيرين زي ما انتم شايفين احجامهم. ويمكن انا برضو يا جماعه غلطت معاهم برضو غلطه. انا كنت لسه لحد قبل 3 ايام كنت حطاهم في كرتونه، كانت الجو كنت حطاهم برضو في كرتونه، وحاطه قدامهم وحاطه فوقهم اللمبه. فصراحه ربنا يعني يا جماعه، فهم كانوا طبعا هم 10، وانتوا عارفين ان هم 10. فمات منهم واحد ساعة تعبوا زمان وصورتهم معاكم، مات منهم واحد وكان فاضل منهم 9. بسم الله ما شاء الله، يعني ال9 كبروا أو حلو أو قوي. فقام في نوبة الحر دول طبعا يا جماعة، الفرختين اللي معاهم ده هم سايباهم عادي، فرختين صغيرين كده سايباهم عادي بياكلوا عادي، ما فيش مشكلة معاهم. طبعا حبايب قلبي، طبعا من ال9 من ال10 مات واحد، بقوا عندي 9. آه، كانوا حلوين قوي وما شاء الله، وكبروا وما شاء الله وحلووا. فقام يا جماعة في فترة الحر دي الأسبوع اللي فات ده، طبعا أنا كنت لسه لحد الأسبوع اللي فات حطاهم في كرتونة كبيرة، كرتونة كبيرة يعني بتاع غسالة، وحاطة فوقهم اللمبة. فتعبوا، بصيت لقيتهم بيتعبوا، كل يوم اروح القى من ال9 واحد ميت، كل يوم اروح القى من ال9 واحد ميت. طب ايه السبب؟ اوطي اللنضه. انا متهيألي بقى كده ان هم سقعانين بردانين، لان بلاهم كشين وعمالين وصدرهم عمال يخروش ومش قادرين ياخدوا النفس. انا ما كنتش عارفه ايه السبب، ما كنتش اعرف ايه السبب اصلا، ان هم بيموتوا وما فيهمش حاجه وبياكلوا زي الفل. وابص على صدرهم سبحان الله خروش كده وتعبوا، وكل يوم اصبح القى واحد ميت الصبح. كل يوم الصبح لازم اصطبح كده بواحد ميت. المهم حبايب قلبي، فانا عرفت بقى السر، قلت وعرفت بقى ان هم كانوا بيموتوا من الحر. لان طبعا الرومي زي ما انتم عارفين يا جماعه ما بيستحملش الحر ولا بيستحمل البرد. طبعا عرفت على طول والله ان هم كانوا بيموتوا من الحر. فجيت على طول بسرعه يا جماعه انقلهم في المكان ده. حطاهم هنا في المكان ده برضو، الأوضة عندي فوق اسمها يعني، حاطة فيها الرومي وحاطة فيها الأرنب وحاطة فيها الفراخ البيضة اللي صورتها معاكم امبارح. حاطة فيها كل حاجة، يعني عاملة لكل مكان جنب. لكل الطيور يعني عندي حاطة في كل جنب كده شوية طيور. فبسم الله ما شاء الله، يعني أنا نقلتهم من حوالي من حوالي 5 6 أيام كده. فبسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني يا ريتني عملت كده من زمان والله، ما كانتش حاجه ماتت منهم، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. انا راضيه بال6، بسم الله ما شاء الله حلوين قوي قوي. راضيه بال6 زي الفل اهو. والله اكبر يا جماعه، يعني علياتهم ديوك بسم الله ما شاء الله، يعني اهو علياتهم ديوك. وانا من اساسه يا جماعه اصلا كنت جايباهم والله من المزرعه تعبانين، الله يسامحه صاحب المزرعه ده، هو ما اعرفش الله اعلم. كل الحاجات اللي كنت جايباها منه والله كانت طالعه مش حلوه، وكنت تعبانه. كل الحاجات اللي جبتها منه يعني سبحان الله طولت معايا قوي. بس هو الرومي الحمد لله يعني يا جماعه انا ماشيه عليه كده معاه كده بالبصل الاخضر اهو، بسم الله ما شاء الله في ثواني والله كل طبق البصل الاخضر ده يا جماعه. البصل الاخضر جميل، كل حاجه في طيوري بحط لها البصل الاخضر ما شاء الله جميل. شايفين يا جماعه اهو، لقطوا شويه البيض بقشرهم وسووا العلف، وبياكلوا برضو فيهم اهو. جايبه لهم طبعا العلف الخشن ده بياكلوا فيه.
وما شاء الله يعني حلوين الحمد لله، انعاشوا الستة دهم زي الفل. انعاشوا لي بقى الستة ده بسم الله ما شاء الله، يعني هكبرهم كده وربنا يكرمنا كده واخلي انت اتنين يعني ديوك، اتنين قصدي انتايه وديك وراهم. لان ما شاء الله يا جماعه الرومي والله يا جماعه بيبقى كنز، بيبقى كنز في البيت، وبيبقى جميل قوي في البيت ما شاء الله يعني. وبيخلي يعني الواحده لو تعملوا مشروع الله اكبر، يعني بيخلي البيت مليان عندها طيور، بترقد منه على الفراخ، اللي بترقد منه بيض فراخ بلدي، وبترقد منه بيض بط. وما فيش مشكله، انا كان عندها بطه مثلا قامت من على البيض ما رضتش ترقد، دي ما فيش مشكله عادي ترقدها تحت بتاع الفرخه بتاع الرومي. وصراحة ربنا يعني فرخة الرومي دي بتحتوي كتير قوي، بتحتوي كتير والله، وبتشيل تحتها بيض كمية بيض كتيرة. بس ربنا يكرم، بس يا ربنا يكرمنا بس ويرقد منه، لانه ده انا جايباه من مزرعة، فانا مش ضامنه هو هيرقد ولا لا. فانا الحمد لله يعني هتابعكم خطوة بخطوة واشوف الرومي ده هيرقد يا جماعة ولا لا. وانا اتمنى طبعا من ربنا ان هو يرقد، انا والله ما مقصره في حقه خالص. انا قصرت في حقه بس لما كنت بوطي عليه اللمبه وحطاه في كرتونه والجو كان حر قوي عليه. بس طبعا الحر يا جماعه انتوا عارفين طبعا انه جه فجاه، ما كانش حد يعني عامل حسابه. فالتغيرات دي بتتعب قوي الطيور، وبتعمل فرق قوي في الطيور. فانا ما شاء الله من ساعه ما نقلتهم هنا برضو تحس انه في الشمس، ما فيش لمبه ولا حاجه، وبيبيتوا كده من غير لمبه ولا غير اي حاجه خالص. ما شاء الله شايفاهم اتحسنوا جدا جدا. انا والله برضو قلت الست ده هم هيموتوا وما هيعيشوا منهم اي حاجه، لانهم برضو يوم ما جبتهم هنا كانوا تعبانين. فانا قلت خلاص يا جماعه انا ونصيبي بقى، عاشوا ماتوا ما فيش مشكله، الحمد لله انا راضيه بقضاء ربنا. فبسم الله ما شاء الله الله اكبر. والله من ساعه ما جبتهم لي حوالي 6 ايام دلوقتي ما شاء الله زادوا النص، لانهم تحت كانت الكرتونه السخونه بتاع الكرتونه كانت شفطاهم كده، وكانوا حجمهم صغير كده وكشين. ما شاء الله ما كانوش بياكلوا، يعني كنت احط طبق العلفه اللي زي ده يلقطوا برضو البيضه ويسيبوا الطبق ده يوم يصبح لحد الصبح برضو ما ياكلوش ويفضل راقد قدامهم. انا شايفاهم ما شاء الله هم بياكلوا والله. وطبق البتاع يا جماعه طبق البصل في ثواني كلوه ما خلوا حاجه. انا طبعا بحط لهم بصل، وبحط لهم كرات لو الايد مثلا متوفر هنا عندنا في البلد، بجيب لهم كرات كتير قوي واحط لهم. واحط لهم البتاع ده الخس برضو، بقطع لهم الخس جميل يا جماعه جدا، جميل جدا الخس. بحط لهم برضو الخس يا جماعه. وبحط لهم البتاع الخضره والكزبره والحاجات دي اللي بتفيض من المحاشي والحاجات دي اللي عندنا دي. يعني بعد ما نعمل المحشي بتفيض عروق وحاجات كده، انا بقطعها لهم كده بالمقص واحطها لهم في البتاع ده في العلف، على البيض على البصل الاخضر على كل حاجه. بس الصراحه اللي لسه ما حطيتوش لحد دلوقتي هو التوم. انا يعني شايفاهم الحمد لله مش محتاجين لتوم ولا محتاجين لاي حاجه. وطبعا لما القى الواحده كشه يا جماعه فيهم ولا حاجه، اول حاجه بيحصل للروميه ان هي بتميل رقبتها كده، على ما ميلت رقبتها وتعوجت رقبتها خلاص هي على كده ما تنفعش. كان بيحصل معايا كده، كنت كل يوم بالليل اشوفهم القى واحده كده من الحر. طبعا هم ما كانوش تعبانين ولا حاجه، هم كانوا تعبانين من الحر، لان اللمبه كنت حطاها فوقهم 100 واط، وكانت اللمبه طبعا سخنه جدا عليهم. كنت اجي بالليل القى طبعا واحده واحده، هم كانوا ما شاء الله يعني ادوار كل يوم واحده بتعمل لي مفاجاه. طبعا كنت اقوم من النوم الصبح القى اللي هي كانت عامله رقبتها كده، التانية رقبتها كده والاقيها دي ميته على طول، اجي رمياها استعد بقى للتانية. اجي تاني يوم بالليل اجي برضو الاقي التانية عامله رقبتها كده، خلاص اعرف. بس انا والله ما كان على دماغي خالص ان ده الحر، لانه كنت بشوف الجو بره رطب وحلو، لكن ادخل جوه عند الطيور بتاع الرومي من كتر اللمبه ما هي قايده ليل ونهار، فتلاقي الجو عندهم سخن. فانا بقت مبسوطه للسخونيه، بقت اقول لا ده السخونيه دي تدفيهم، لان الرومي حساس جدا جدا. لكن انا بحمد ربنا يعني الحمد لله ان انا عملت كده بسرعه ولحقت الستة دهم يا جماعه، وحلوين قوي قوي يا رب بارك لي فيهم، وراضيه عنهم قوي وراضيه بقضاء ربنا. والحمد لله والحمد لله يعني، والشكر لله ان ربنا الهمني على طول ان انا انقلهم من الكرتونه ومن السخونه اللي هم كانوا فيها، واجيبهم في المكان ده. طبعا دايرين بيجروا ويلعبوا زي ما هم عاوزين، الاوضه واسعه جدا ودايرين بيجروا ويلعبوا زي ما هم عاوزين. وبرضو الباب ده باجي مثلا ممكن اخر النهار العصر كده افتح لهم الباب واسيبهم يجروا على السطوح كله. هو الرومي بيطير في اي حته، فانا عشان السور بتاعي عالي فهم يعني ما بيلحقوش يطيروا، هم لسه صغيرين برضو السور عالي جدا.
اهو. فانا برضو حفاظا عليهم ببقى اقعد معاهم يعني حوالي ساعه كده، افتح لهم الباب واقعد معاهم حوالي ساعه كده لحد ما ياخدوا راحتهم في الدوران وفي الجري، وارجع ادخلهم تاني برضو واقفل عليهم الباب. بس الحمد لله والشكر لله، وانا حمد ربنا على الست قوي 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 وزي الفل، هم بياكلوا حلوين قوي ما شاء الله يا اولاد يا جماعه عليهم. انا بحب الرومي جدا يا جماعه والله، وكان نفسي من زمان قوي اربيه، لان الحاجه الوحيده اللي ما كنتش بربيها عندي هي الرومي. جبته مره قبل كده وجبت 5 قبل كده اجربهم، كانوا في الحجم ده بالظبط. كان في زمان بقى في الرخص كنت جايبه الواحده ب25 جنيه، فالخمسه ده هم ما كملوش عندي اسبوع. ورم في وشهم وحاجات غريبه بقت تحصل لهم كده. طبعا ما كانش فيه يوتيوب بتاع ده الواحده تدخل على النت ولا حاجه، ما كانش حد برضو يعرف الحاجات دي. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ما شاء الله. الروم يا جماعه اول ما سمع الاذان الله اكبر، دي حاجه من عند ربنا. اول ما سمع الاذان كان رائد والله في الارض، قام كله. سبحان الله، اشهد ان لا اله الا الله. بس الحمد لله بقى، ده توفيق من ربنا الحمد لله، ان ربنا الهمني وخلاني جبتهم هنا ونقلتهم من المكان اللي فيهم، لان والله ما كنت ناويه انقلهم اصلا من مكان، لانهم برضو الرومي يعني فضلاته برضو بسيطه مش زي الفراخ. الرومي ما بيعملش فضلات كتيره ولا حاجه. او انا اول ما ابدا اشوفه ان هو سهل، هو سهل والله معايا مره واحده، هو كان بيتعب بدون اسهال. فانا اول ما بحس ان هو سهل معايا ما فيش الا الليمون والله والشاي اللي ماشيه في طيوري برضو عليه للاسهال. الليمون والشاي التقيل جدا، اتقل لهم الشاي واخليه يغلي كتير قوي على البوتاجاز، وارجع يا جماعه ايه احط عليه الليمون، وارجع احطه قدامه. هي بس ملو السقايه يشربوها خلاص، ما فيش تاني، ما فيش بعدها تاني، والاسهال منهم يروح. الله اكبر يعني، الله اكبر ما شاء الله عليهم. راضيه عنهم والله قوي قوي قوي، وكويسين قوي، حبهم قوي واحب الرومي جدا. ربنا يا رب يبارك لي فيهم، وانا ربنا يبارك لي فيهم يعني ما شاء الله. هيملى البيت عليا طيور وهيملى البيت عليا خير ونعمه. الحمد لله يا جماعه والشكر لله. وربنا يا جماعه يديم علينا الصحه والنعمه والخير. واحنا بنعمل يا جماعه اللي علينا والباقي على ربنا. احنا بنعمل اللي علينا في طيورنا يا جماعه، والباقي على ربنا كله. بس حبايب قلبي، وبالله عليكم ما تنسوني في اللايكات يا جماعة، واعملوا دوسي مشاركة للقناة للبتاع للفيديو. دوسي مشاركة للفيديو حبيبة قلبي، عشان برضو لو كانت لسه واحدة حاطة الرومي بتاعها في كرتونة زي ما انا كنت حاطاه كده والدنيا سخنة عليه، لا يا حبيبتي تلحقوا بسرعة وتحطوا في اي مكان هاوي كده بدون اي لمبة ولا بدون اي حاجة، لان الجو خلاص حرر، ما ينفعش بقى انها تحط فوقه لمبة ولا حاجة. تتخرجوا بقى بره وتسيبوا ما دام الرومي كبر وخلاص. الحمد لله يعني هم عدى الشهر اهو برضو بايام بسيطه مش كتيره ولا حاجه. وحلوين قوي والله زي الفل الحمد لله والشكر لله. وانا راضيه عنهم قوي قوي يا جماعه، وربنا يبارك لي فيهم يا رب الستة دولة. ويبارك لي فيهم ويخليهم بقى والحمد لله، واللي يجيبوا ربنا كله حلو، وقدر الله وما شاء فعل في اللي مات. والحمد لله انا راضيه بقضاء ربنا، وان شاء الله اما يكبروا دولة باذن الله يكبروا شويه كده هذبح اللي هذبحوا منهم و... وهبتدي اجيب ان شاء الله تاني باذن الله. هجيب رومي تاني لان انا خلاص بقى اتعودت على ربايه الرومي، وعرفت ربايته وعرفت هو بياكل ايه وبيشرب ايه. بس وربنا يكرمنا يا جماعه. وحبايب قلبي بالله عليكم ما تنسوا اللايكات، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.